جدا. يوم الاحد الزمالك هيلعب مع زيسكو. ايه اللي عندك عن زيسكو؟ يمكن الزمالك وزيسكو قبل كده التقوا قبل كده في دوري ابطال افريقيا في 2020 في وقدر الزمالك ان هو يفوز 2-0 في القاهره، وقدر ان هو الزمالك وهو دائما يعني بقى له كام ثاني مره على التوالي مع المصري صح بالظبط. يمكن مجموعه الزمالك كايزر تشيفز وزيسكو بالظبط، الزمالك والمصري وكايزر تشيفز وزيسكو. كنت لسه بقول لك الرجاء الزمالك وزيسكو اتلعبوا قبل كده مع بعض في دوري ابطال افريقيا 2019 2020، وقدر الزمالك ان هو يفوز هنا في مصر 2-0، واعتقد اتعادل في زيسكو 1-1 في مباراه العوده. يمكن غير كده ما التقوش مع بعض الفرقتين. الزمالك جاي برضو، خلينا نتكلم ان الزمالك يعني عنده بعض المشاكل الاداريه وعنده بعض المشاكل الفنيه كمان. ده بس ايه ده زيسكو. انت بص هتلاقيه تحت خالص ال11 اهو، يعني زيسكو مركزه ال11 في الدوري. برضو مركز صعبه بالنسبه لزيسكو. يمكن بنتكلم في 11 نقطه بس من 9 مباريات، فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 4 مباريات، مسجل 11 هدف، واعتقد مستقبل اكتر من 8 اهداف في ال9 مباريات اللي لعبهم. برضو معدل صعب جدا بالنسبه لزيسكو في الدوري. ولكن خلينا نتكلم برضو ان زيسكو واحد من الفرق اللي سمعنا عنها مؤخرا كتير في بطوله افريقيا وبطوله كونفدراليه. مباراه مش هتكون سهله للزمالك، مش هتكون بسهوله المباراه التمهيديه، ولكن الزمالك محتاج الفوز ده لاقصى درجه طبعا ممكنه. يمكن الزمالك محتاج الفوز علشان يبدا يشوف الفرقه تبدا تستعيد عافيتها بعد خسارتها من مباراه الاهلي. وخد بالك برضه رجاء مباراه الاهلي والزمالك حتى بعيدا عن كاس السوبر وعن ان هي خساره بطوله، المباراه دي اللي بيخسر فيها برضه معنوياته بتبقى اقل كتير. صح. يعني بتبقى مباراه بترجعك ورا حبه حلوين، انت خسران من الغريم التقليدي. بتظهر على السطح بالظبط دائما وابدا. يعني انت نفس اللي حصل مع الاهلي. يمكن برضه خد بالك ايام برضه المباراه اللي فاتت مع الاهلي مع كابتن عماد النحاس، والمره دي المباراه مع ياسترب، المباراتين خلينا نقول ان الاهلي عنده مشاكل، اكيد الاهلي عنده مشاكل، ولكن الفوز على الغريم التقليدي والفوز ببطوله غطى شويه عن المشاكل. على العكس تماما من الزمالك نفس الكلام. يمكن برضه فوز في التاني بتلاقي الموضوع هدي شويه، اللعيبه بدات الدنيا تمشي معاهم شويه، ولكن مع اقرب خساره وخصوصا خسارتين من الاهلي في 41 يوم الموضوع صعب جدا، خساره في الدوري وخساره في كاس السوبر المصري. فاعتقد الزمالك في حاجه شديده جدا ان هو يبدا يفوز في اول مباراه، عشان كمان يعني في الكونفدراليه انت معاك برضو المجموعه مش سهله. انت معاك المصري بيأدي بشكل كويس جدا، زيسكو وكايزر تشيفز. كايزر تشيفز اعتقد كان وصيف البطوله اللي فاتت قدام بيراميدز، او حتى اعتقد كان في السيمي فاينل لو انا فاكر صح. فانت بتتكلم في مجموعه صعبه، مجموعه مش سهله، فانت تعتبر اسهل مباراه هتلعبها هي زيسكو، الطرف الاضعف في المجموعه. طيب